اي لحظه. نسبة لأن الحياة يا جماعة فيها بسمله. عيد البسمله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسبة يا جماعة لأن الحياة أصبحت فيها تغييرات متكررة، عشان كده جمعية أبناء العلوم يعني في العام 2009 قررت أن تعمل منتدى العلوم. جاي في الطريق. منتدى العلوم تأسس في العام 2009 وكان الغرض من تأسيس هذا المنتدى في عدة أهداف. قرب المايك. المنتدى هذا قام هنا في الرياض، ثم بعد ذلك انضم إليه مجموعة كبيرة جدا من الخليج، وانضم إليه مجموعة من أهل العراقون، وانضم إليه مجموعة من أمريكا وإنجلترا، فأصبح منتدى اسم العراقون يعني تشترك فيه كل أبناء العراقون في الداخل والخارج في أركان العالم الأربعة أو أركان الأرض الأربعة. كان الهدف من هذا المنتدى هو خدمة أهل العراقون، وكنا نعتقد أن الإنسان إذا رمى حجر في سطح مشاكل العراقون هذه الحجارة يمكن أن تصنع دوائر، وهذه الدوائر يمكن أن تتسع لتشمل الكثيرين، لكي يساعد الكثيرين في مشاكل العراقون. هذا هو ما رمى إليه منتدى العراقون لحل مشاكل العراقون وإشراك كل أحد في هذه المشاكل، في حل هذه المشاكل. وكمثال لذلك في الفترات الماضية ساهم هذا المنتدى في إرسال أكثر من مليار جنيه سوداني للعراق، هذه مشاركة من أهل الداخل والأهل الخارج. وأكبر إنجاز تم في الفترة اللي فاتت كانت في بداية هذا العام، وهو افتتاح أو صيانة مدرسة العراقون الثانوية أولاد، وكانت بتكلفة تقدر أكثر من نصف مليار جنيه سوداني. هذه ساهم فيها أهل الداخل وأهل الخارج، إلا أن الانطلاقة الكبيرة كانت هنا من المغتربين في الخارج، يعني في السعودية وفي الخليج وأمريكا وأهل العراقون ساهموا بصفات كبيرة. المنتدى لم يقف في هذه الأشياء فقط، بل في كل عام في شهر رمضان بمشاركة صناع العراقون المنتدى يساهم مساهمة كبيرة جدا في حقيقة رمضان. وهذا العام المنتدى بمشاركة صناع الخير عملوا أكثر من 1000 حقيقة، وهذه قدرت ب 140 مليون جنيه سوداني. هذه من الأشياء والأمثلة يعني اللي عملها المنتدى مشاركة ببعض المنظمات في داخل العراق. المنتدى يا جماعة برضه بيساعد في توثيق أي إنسان عنده خطأ في العراقون، المنتدى يساعد في توثيق أي شيء من العراق. فالمنتدى يسعى وراء أبناء العراقون الذين لهم بصمات في الحياة لتوثيق أعمالهم لو كانت في الداخل أو في الخارج. وسعى المنتدى في هذا الشأن، سعى المنتدى لعمل الكرسي الصاحي يستضيف فيه أبناء العراقون الذين لهم يعني طبقات عالية والذين يحضرون أماكن عالية في هذا المجتمع. وكان هذا الكرسي الصاحي في شهر رمضان، وفي الآخر كان هناك مسؤولون العراقون، وكلهم يعلمون مسؤولون العراقون. كان هذا الحمد لله. وكلكم تشكرون الإمام كيف حالك؟ لا سلامة. الله يعافيك. جعفر. وكان من هذا حاجة كله من هذا المكان أسمي الشعور الغربية لكل الإخوة الذين يريدون هذا المبادئ. أخونا ريان، أخونا عبد الكريم، أخونا أحمد، ولا ننسى الرجل الذي يقف وراء هذا العمل الكبير غانم ابراهيم الدور منديل، اللي هو المشرف الفني لهذا العمل، ودائما يحب يكون بعيد عن الله. فألف تحية وتقدير يا جماعة. مثال من الأشياء اللي نحب نعملها في المنتدى، نحن نلتقي
نلتقي لا لنتشاجر لكن نلتقي لنلتقي. فالمنتدى هو يعني مجال بتاع عمل صفوه من المثقفاتيه، لكن يجب يعني نحن نحب كل الناس اللي عندهم اهتمام بالنت والاخبار العلفون والادب والثقافه ان يشتركوا في هذا المنتدى. هو نحن نلتقي لنلتقي، يعني الغرض من هذه الاشياء هو الالتقاء بالعلفون وعكس الوجه المشرق للعلفون في الفضاء الخارجي. لأن هناك منتديات كثيرة في الأثير، لكن نحن هذا منتدى إلكتروني الغرض منه عكس الوجه المشرق لهذه البلاد في الأثير الكثير. وأنا لا زلت أؤمن بأن هناك مجموعة كبيرة جدا من الأهل يعني عازفين عن الدخول للمنتدى. نحن نتمنى أن كل الناس المثقفين والمتعلمين أن يدخلوا إلى هذا المنتدى عشان نلقي ونلتقي بهذه البلد. أنا لا زلت أؤمن بأن الأدب يا جماعة عنده دور كبير جدا في حياة الناس. الأدب له دور كبير في حياة الناس. الأدب يمكن أن يغير الزمان، والأدب يمكن أن يغير المكان، والأدب هو اللي بيعكس يعني إلى أي مدى هذه البلاد متطورة. لو حابب تنظر إلى العلفون تنظر إلى ثقافتها وتنظر إلى أدبها وتنظر إلى فكرها. الأدب هو اللي بيغير الأشياء الكبيرة دي. هناك بعض الكتب غيرت مجال أو مسار أشياء كثيرة جدا في البلاد. معظم المثقفاتية ومعظم المتعلمين معظم هؤلاء الناس تلقاهم يتأثروا بنوع من الأدب. مثلا لو حبينا نتكلم عن الأدب القديم مثلا الأديب الروسي تولستوي هو الذي أثر في كثير من المتعلمين والمثقفين. الأدب يمكن أن يغير في الناس، والأدب يمكن أن يطور في حياة الناس. هذا يقودني إلى الدخول أنه نحن في بعض الأحيان بيكون عندنا مجموعة من تصرف في سماء في تلوح في سمائنا دوما نجوم براقة لا يخفت بريقها عنا لحظة واحدة. نترقب هذه الإضاءة بقلوب والهانة، فاستحقت بكل فخر أن يرفع اسمها عاليا. كل من استحق أو كل من أضاء في حياتنا يجب علينا أن نرفع اسمه عاليا. ولكل مبدع إنجاز، ولكل شكر قصيدة، ولكل مقام مقال، ولكل نجاح شكر وتقدير وعرفان. الأستاذ سليمان الطيب منير كان له قدم السبق في التوثيق للعلفون مثل ما كان له قدم السبق في التعلم والتعليم. فالأستاذ سليمان الطيب منير له السبق في التوثيق بهذه المنظومة مثل ما كان له السبق في التعلم والتعليم. نحن اليوم نتمنى أن نقدم شيء بسيط لهذا السبق وهذا التفوق. ألف مرحبا هلال العلفون، ألف مرحبا الأضواء والظلال، ألف مرحبا النادي والقرية والناس، وتلك الأيام الجميلة من حياتنا التي ضاعت.